اللي مشحططانا ومغلبانا في نص الليالي. خلاص يا جماعة جاية تولد الساعة 12 بالليل. عملت وليمة غدا وعشاء ليها ولجوزها، وما كانش فيه أي نية إن ابنها يشرف دلوقتي خالص، لكن القدر كان ليه كلمة تانية وحست بتعب وعلامات الولادة، وبعدها زين جه الدنيا. يا ترى إيه اللي حصل مع داليا مصطفى وشادي شاكر، وإزاي كانت عاملة وليمة وهي على وش ولادة، وإزاي كان فاضل أسبوعين على ولادتها، وليه ولدت قبل ميعادها؟ كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. في الشهر 9 ولسه فاضل اسبوع علشان تخلف، وحصل لها مفاجأة غيرت حياتها خالص وكل ترتيباتها. كانت عاملة وليمة قبلها بيوم وما كانش فيه اي علامات تدل على انها هتولد دلوقتي خالص. داليا مصطفى ولدت وعملت مفاجأة، وابنها جه الدنيا في الشقة الجديدة اللي كانت وش السعد عليهم، وما ولدتش على البلاط زي ما كان متوقع قبل كده بسبب نقل العفش. عملت وليمة غدا وبرجر وفراخ وكراتين على كراتين، وما كانتش عاملة حسابها خالص تولد، وواقفة في المطبخ زيها زي اي ست بيت ولا باين عليها تعب ولا اي حاجة. دلعت جوزها وبنتها واكلوا وليمه غدا وعشاء اي حد يتمناها، وما تصدقش انها حامل وعلى وش ولاده خالص. عملت مكرونه وبانيه وفراخ وسندوتشات برجر، وفجاه حصل اللي ما كانش متوقع خالص، وكان فاضل اسبوع وتولد بس. وكويس انها حضرت شنطه الولاده، لان زين حب يشرف بدري وقعد يخبط فيها لحد ما حياتها كانت في خطر، واضطر الدكتور يولدها الساعه 12 بالليل، وراحوا المستشفى. كانوا قلقانين وخايفين لحسن يحصل له حاجه او يحصل لها حاجه، لكن الحمد لله ولدت وشرف الدنيا. بس ما لحقوش يعملوا ديكور الولاده، ولكن أدنوا في ودنه. كانت طايره من الفرحه، بس داليا لسه لغايه دلوقتي ما روحتش، وفي انتظار ولي العهد ينور بيتهم الجديد اللي تعبوا وشقيوا فيه لحد ما طلع بالشكل اللي هم عايزينه واللي هم راسمينه وكانوا بيحلموا بيه، واللي قعدوا يوضبوا فيه طول فتره حملها. وفاجئت الكل بقرار نقلها الجديد للبيت جنب اهلها واختها ومامتها عشان يقفوا جنبها في فتره الولاده وشكلها تستقر هناك. وسابت ياسمين وحمو رغم انهم كانوا جيران في عماره واحده. وساعتها ناس كتير انتقدوها انها ما جابتش شركه توضب ليهم العفش وتنقلوا معاهم، واعتمدوا على نفسهم، لدرجه ان شادي بنفسه كان بيروق وبيساعدها علشان حملها وعلشان ما تتعبش اكتر من كده. وكان ردهم ان داليا بتحب تعمل كل حاجه بنفسها حتى لو هي حامل وهتيجي على نفسها وتعبها. وعملت شقتها الترا سوبر لوكس، وعملت مطبخها امريكانيا فرنجي. داليا لسه ما طلعتش من المستشفى، والمتابعين كلهم فرحانين ليها وبيباركوا لها وبيقولوا لها تيجي بالسلامه وحمد لله على السلامه يا داليا. وفي اللي اتفاجئ لانهم كانوا لسه طالعين وقالوا لسه فاضل اسبوع على الولاده، فازاي حصل وولدت بدري كده؟ اما بقى الناس اللي بيحبوها، في طبعا اللي سالوا عليها وسالوا ليه سلفتها ما ظهرتش معاهم، سلفتها ياسمين، وربطوا ان ممكن يكون في بينهم مشاكل لانها ما ظهرتش خالص في فلوج الولاده. فيا ترى فعلا في مشاكل ولا عشان هي ولدت فجاه فما لحقوش يحضروا الولاده؟ شاركونا في التعليقات.